توقف ستي تقول له حاجتها 5 قبل ما تفرض. اللي قديش بدك تحاسبني؟ قد ايه بدك تحسب لي الوحده؟ شوف لك انا ما معي غير هال10، بدك تعطيني اياهم ب10؟ لا خلص انا رح اطلع زعلانه. لا تقولوا لي السعر محدود والرجاء عدم المفاصله او الدين ممنوع والعتب مرفوع. لا تكتبوا لي عباره السعر محدد، خاصه اذا لقيتوني نازله مع ست كبيره. ما عندنا هاي القصص. بدنا نفاصل. الصبايا اليوم الفتيات ما بفصلوا مثل ما كانوا يفصلوا الامهات. لكن الموهبه موجوده بس ما في مين عم بيطلعها. ما في بنت بتنزل مع امها على السوق بدها تتعلم من امها. احنا على فكره كنا ننزل وكان وشنا يصير اخضر واصفر واحمر وبنفسجي وخمري، وامي بتكون قاعده عم بتفاصله او ستي بتكون قاعده عم بتفاصله. نحن ما بعرف ليه كنا نستحي، كنا نفكر انه عيب لازم ندفع ونمشي. وتوقف ستي تقول له حاجتها 5، يقول له والله حاجتها والله ما بدفع، وتحط له وتمشي. بس هلا تغيرت الدنيا. يعني مثلا هلا بتدخل على مواقع الكترونيه من دون ذكر اسماء الكل بيعرفها، بتنقي القطع اللي بدك اياها وبتطلب، يا بتطلب لحالك يا بتطلب عن طريق وسيط. بتنزل بدك تشتري اغراض البيت، بتنزل بتشتريها من هايبر ماركت، بيكون السعر محدد. يعني ما فيك تفتح تمك مع الموظف تقول له حاجته باكيت هالشيبس 10 قروش، لا قريضه ليش نص دينار، ما فيك.